حدثتنا الآنسة زوزو وهي تأكل من شوال البوزو، قالت: اجتمعت بصحباتي الآنسات لنناقش أمر الزواج والزوجات. فقالت الآنسة توتو: بعد ما تقدم لي 8000 عريس مكتوبين جوه في الكراريس، لسه ما لقيتش فتى أحلامي اللي شايفاه أمامي، نازل من على الحصان بالبفتيك والجبنة، ساعتها يبقى حبيبنا. فقالت الآنسة بطوطة: نفسي تقدم لي فتوتة ويطلع لي من مصباح الأستاذ علاء الدين ويقول لي نفسك في إيه؟ أقول له اقعد اغسل المواعين. وقالت سوسو: وأنا تقدم لي رجل أعمال بس سكة بيتاجر في البط وكروت الفكة. فقالت صديقتها شوشو: بكرة تقدم لك رجل أعمال نخلة تورثيه ليلة الدخلة، وممكن يتقدم لك ترامب بس انت قولي يا رب. فقالت لولو: وانا تقدم لي عريس اخر حلاوة بس بابا شغل عليه الغسالة لانه يملك شقة اوضتين وصالة واداله على عينه كشاف اول ما قال له بقبض 3000. فقالت دودو: مش هنسى لما تقدم لي اول عريس، ماما وخالته عملوا ريا وسكينة وبابا عمل عتريس، وخرج الولد عنده ألمونيا مخليه حولها كره الدنيا. فانضمت إلى القعدة السيدة فتافيت وقالت: تحبوا يا بنات تتجوزوا عفاريت؟ محسوبتكم فتافيت هلاويس سكرتيرة إبليس، الزواج بدون حموات، والعريس عفريت ابن بشوات وعينيه حمرا وأمور وتتسخطوا في الضلمة والنور. فانضموا إلى القعدة أمهات البنات فقالت السيدة نواعم: الشباب غلابة ومساكين، أنا طلبت من عريس بنتي يتاجر في الهيروين لكي يشتري لنا العفش والبسبوسة والميلامين. فهبت علينا البلوى المسيحة السيدة شوقية المفلطحة، وكمثل أفلام الأكشن الأمريكية هجمت على خطيب بنتها بالزرادية وقال بنتها: ارقصي يا ماما تحت الباط عشان يروح يجيب الخلاط، ولو قرصتيه من القراقيش هيروح يشتري النيش. فقالت شوية: ناولينا بت بفك صليبة للبعيد قرب يبقى عليه التنجيد. وتقدم زوج شوقية الأسطى سيد حقنة ويحمل في يده قنبلة مية سخنة، وقام بعملية استشهادية من أجل حجرة الأطفال والخددية. فاجتمعوا بعض الشباب المضطرين لينتقموا من الحموات المجانين، فذهبوا إلى سنكح بن أسرار أبو المفهومية والأفكار. وقال شاب: حماتي ست عنادية. فقال سنكح: ولع فيها بزيت الطعمية. فقال آخر: أجي أكلم حماتي ترقع بالصوت. فقال سنكح: أعمل لها عمل على كبدة عنكبوت. فقال آخر: حماتي عايزة شبكة 5 كيلو زيادة. فقال له سنكح: شكها بإبرة خياطة. فقال شاب: حماتي عايزة شقة تغيظ بيها الحارة. فقال له سنكح: أكلها قصعة مونة وخيارة. أقول لكم يا شباب القاضية: اتجوزوا مصفى أو حلة فاضية. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتشوفوا الفيديوهات اللي فاتت وتستنوا مننا كل جديد إن شاء الله. شكرا.